السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الطبق رائع بزاف اللي كيتكون من واحد الحبه ديال البطاطا، الحبه ديال خيزو او الجزر، البصله الخضاريه الا ما كانتش متوفره تقدروا ديروا البصله العاديه، الثومه، واحد 3 الحبات ديال المطيشه، وعندي هنا صدر ديال الدجاج. غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. هنايا درت الدجاج، درت صدر ديال الدجاج، درت الثومه ودرت واحد 2 بصيلات هكايا. غادي نطحنهم وغنرجع معكم. هنايا طحنت صدر ديال الدجاج هكايا، وهنايا قطعت مطيشه والثومه. غادي نضيف ليها الزيت، غادي ندير شويه د البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه قزبر حبوب، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكركم، شويه ديال الملح. غادي نشعل على الطاجين ديالي ونرجع معكم. بالنسبه لهاد البطاطا وهاد الجزر غادي نحككهم في الحكاكه ونرجع معكم. حكيت الجزر خيزو، حكيته في الحكاكه رقيقه، وهنا حكيت البطاطا وعصرتها من الماء ديالها مزيان. كتعصروها مزيان حتى كتحيدوا منها داك الماء اللي كيكون فيها والنشا اللي كيكون فيها. ها هي كي كتجي صافي. هنايا من بعد ما عصرتهم غادي نضيف لهم دابا التوابل. هنايا غادي ندير شويه ديال الفلفله حاره السودانيه مخلط، عندي هنايا مخلطه بالكمون، ما حراش بزاف. الا كنتو كتبغيو الحار ديروه، ما كنتوش كتبغيو ما ديروش. هنا غندير شويه ديال السكينجبير، غير شويه ما نكثروش بزاف، وغادي نزيد شويه الكمون. واخا عندي الكمون في السودانيه مخلط، ولكن غنزيد واحد شويه. وهنا غنزيد شويه قزبر حبوب لان حتى هو صحي بزاف. وهنا غندير الملحه لان درت الملحه في لاصو في مطيشه. هنايا غنحاولوا نديروا الملحه غير القياس. دائما عينكم ميزانكم بالنسبه للملحه، كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي كيبغي الملوحيه، كاين اللي كيبغي هكا ياكل مسوس. صافي هنا غادي نضيف هذيك الكفته على هاد الجزر مع البطاطا، وغادي نخلطهم كاملين مزيان. غنعجنوا فيهم حتى يندمجوا بيناتهم مزيان. الكفته مع ديال الدجاج مع بطاطا محكوكه وخيزو او الجزر، ضفنا ليهم التوابل وكنخلطوهم مزيان حتى يندمجوا مزيان. وغادي نرجع معاكم. صافي هنايا كما كتشوفوا الكفته ديالنا خلطتها مزيان. غادي نضيف ليها واحد البيضه هكا، غادي نهرسو فيها واحد البيضه بالشكل هذا. صافي وغادي نخلطوا هاد البيضه مع الكفته. هاد البيضه غير باش تجمع لينا الكفته ما تحلش لينا ملي تكون كطيب. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما دخلت هذيك البيضه في الكفته ديالنا كنبقى كنلقم كنبقى كنكور فيها بحال هذا الشكل هذا، لان كنصور لكم بيد وحده. صافي غادي نستمر هكايا حتى نكمل هاد الكفته اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا الكفته ديالنا ها هي من بعد ما كورتها كتجي بهذا الشكل هذا. وهنا الطاجين ديالي غادي نحركو مزيان. هذه هي الكفته الكذاب. تقدروا تعطيوها لوليداتكم الا كانوا ما كيبغيوش الخضار، تقدروا تدخلوا لهم اي خضار، تقدروا تزيدوا الكورجيت، اي خضار كتفضلوها ديروها تقدروا ديروها. الا كانوا ما كيبغيوش ياكلوا لكم الخضار، هذه الطريقه هذه راه غادي توكلوا لوليداتكم الخضيره. صافي غادي نستف دابا الكويرات ديال الكفته ديالي.
دائما العافيه كتكون مهيله لان ما كنديرو لا ما لا والو، كطيب غير في الماء ديال اللي طلقات لينا ديك ما طايشه. والخضره دابا تطلق الماء ديالها حتى هي. صافي غنقصوا ليها النار وغنخليو الطاجين ديالنا حتى كيطيب تماما. صافي من بعد ما درت الكفته في الطاجين غادي نضيف ليها ديك البصله الخضريه اللي بقات هكايا من الفوق مع شويه ديال المعدنوس اللي كنقطعوهم هكا قطع صغيره وكنزينوا بهم وجه ديال الطاجين ديالنا بهذا الشكل هذا. كتجي رائعه بزاف، جربوها غادي تعجبكم وغتعجب لوليداتكم. صافي هنايا غادي نغطي الطاجين ديالي وغنخليه يطيب حتى كيطيب، وديك الساعات غنتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. الطاجين ديالنا من بعد ما كيوجد كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، كيجي لذيذ بزاف، جربوه. ديك الكفته ديال الدجاج ما كتجيش قاصحه، كتجي رطبه. مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.